مساء الخير، مرحبا بكم مستمعين اللي يسمعوا الآن في موجة إذاعة هوانا. سمعتوا في الومضة موعدنا مع أمير الطرب العربي. هذا الأمير، هذا الصوت الذي لن يتكرر كما قال النقاد، الصحفيين، الموسيقيين، الموزعين وغيرهم أيضا من المطربين، يتميز بصوته، بحضوره الركحي المميز جدا. عنده إطلالة مشرقة لفت فيها انتباه كل الجمهور، كل ما حل بمكان إلا ويلفت الانتباه. أخلاقه رفيعة جدا، من بين المطربين على مستوى الوطن العربي. فخور جدا بأصله، هو المطرب النجم التونسي العربي صابر الرباعي اللي يطل علينا مباشرة من تونس. صابر، مساء الخير ومرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك وبراديو هوانا وبكل المستمعين طبعا، أهلا وسهلا. شكرا لك، الله يخليك. شنو أحوالك صابر؟ شكو ماكو بالعراقي اليوم، إن شاء الله راح نخليك تتكلم العراقي. لا الحمد لله تمام الحمد لله. الحمد لله يا سيدي، سعداء جدا بطلتك لأول مرة. صابر الرباعي معنا، تجربة كبيرة، تجربة غنائية ثرية بعديد الأعمال، صولات وجولات في عديد أنحاء العالم. عملت عديد الألبومات العالمية اللي أبدعت فيها. نلاحظ عندك لوكك الخاص، عندك لونك الغنائي الخاص، عندك انفراد تام في المجال الفني. هذا كله خلاك تحتل مكانة مرموقة جدا عربيا وعالميا. إضافة إلى ذلك ننسى اليوم أنه نعطي كل ذي حقه من التكريمات، من الجوائز. يعني ما شاء الله مبدع يا أستاذ صابر. يا أخي طبعا مسيرة فنان لازم تكون على الأقل معناها جوائز ونجاحات. نعم. واكيد لا ينفي انه ممكن هناك بعض الاخفاقات، لكن اجمالا الفنان يسعد من ان يكون ناجح، دائما يكون مع الجمهور، يعني حاضر دائما في اغاني، حاضر دائما في فيديو كليب، حاضر دائما بحفلاته. وهذا طبعا مصير كل يعني شخص يختار الفن، فاكيد لازم يتعب، اكيد لازم يناضل، اكيد لازم يحرم نفسه من حاجات او من حاجات يعني ممكن يعني هو الانسان العادي يعيش، لكن الفنان احيانا يكون ملزم انه يلتزم باشياء غصبا عنه، لكن ومفروض عليه، لكن بالنهايه النجاح يخليه يعني في قمه السعاده وبعد مسيره كامله. طبعا احنا عندنا اكثر من 20 سنه في المجال الفني، والحمد لله كل سنه عن سنه يكون هناك نجاحات، يكون هناك معجبين جداد وجمهور اكبر، وهذا فضل من عند ربي سبحانه وتعالى. ومبروك عليك يا استاذ صابر على هالابداع وعلى هالنجاح المستمر. الله يبارك فيك، شكرا ان شاء الله دائما، وان شاء الله نشوف شباب كذلك يقتدي بهؤلاء الناس اللي رسموا تاريخ فني ورسموا لانفسهم طريق معناها فنية الحمد لله فيها نجاحات وفيها جوائز الحمد لله. اليوم شوي نحب نرجع للذكريات ومع الأغاني اللي يعني بقت عالقة في مسامع العراقيين، اللي هي سيدي منصور وأيضا برشا برشا يندلل. تعرف يا أستاذ صابر أنه لحد هذا الوقت نسمع أغاني صابر في محلات التسجيل العراقية وأيضا في قاعات الاحتفال، فما شاء الله يعني عليك يا صابر، أغانيك عايشة. شوف، الفنان لما يكون عنده أغاني تبقى خالدة، تبقى في أذهان الناس راسخة، نعم. فهو بالنهاية عمل حاجة على الأقل، وهذا الشيء اللي نسعى له دائما، أنه تبقى أغانينا لأجيال وأجيال قادمة. معناها وهذه أهم جائزة يعني ممكن الواحد يتحصل عليها، مثل ما أنا دائما كل نقول إن شاء الله نكون امتداد لمسيرة العمالقة الكبار، مثل عبد الحليم، مثل عبد الوهاب، مثل أم كلثوم، مثل ولي الصافي، مثل يعني عدد كبير، طلال مداح، ناظم الغزالي. هؤلاء الناس اللي تركوا بصمة وتركوا تاريخ فني وإرث فني كبير. نعم. خلى الناس، خلى الشباب اليوم تتغنى به واحنا نتعلم منه كذلك. فنتمنى احنا كذلك ننسج على منوال هؤلاء الكبار وتبقى اغانينا راسخه ان شاء الله. ان شاء الله.
أنت تتكلم والمسجات توصل. الإعلامي أحمد القريشي يسلم عليك. المطرب العملاق صابر الربيعي من أفضل المطربين، وأنا دائما أحبه وأسمع صوته. أيضا سيف الحسيني هو طالب في كلية الإعلام الجامعة العراقية. الشاكر حضورك ويسلم عليك أيضا. سلم لي عليهم إن شاء الله، بلغ لهم سلامي كل الناس اللي يعني تتصل بكم وتسمع أخباري من خلال إذاعتكم. نعم. البعض يسأل يا أستاذي أنه شنو الجديد لسنة 2017 وشنو اللي حضره صابر في الوقت الحاضر؟ أولا أنه نكون في تعاون مع الفنان العراقي الجميل جدا اللي نعتبره صديق وفنان كبير، الفنان حاتم العراقي. تحياتنا إلى أبو قصي. طبعا وأنا علاقة كبيرة، صداقة كبيرة وفنية كذلك إن شاء الله مع الشاعر. نعم. يا رب الاسم فقط نسيته، لكن نعم يا أستاذ. الجديد إن شاء الله 2017 يكون عراقي، يكون خليجي. حلو. فالشاعر حازم جابر طبعا. حازم جابر تحياتنا إلى الشاعر الكبير حازم، تحياتنا إلى. فهناك أغاني عراقية، هناك أغاني خليجية إن شاء الله، وكذلك هناك أغاني متنوعة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. صابر، وصلتني معلومة من الفنانة نوال غشام، تحياتنا إلها نوال. تحية لها طبعا، فنانة التونسية الكبيرة. نعم، هي تسلم عليك برشو إن صابر بانتظار جائزة كبيرة من باما ميوزك. شنو حكاية هالجائزة؟ خبرنا عنها يا أستاذ. لا سمعت بها، مش عارف يعني. يقول لي هذا مهرجان عالمي يستقطب الفن العالمي ككل، يعني من امريكا، من الشرق، من يعني موسيقى عربيه او موسيقى اجنبيه يعني. نعم. وهناك جوائز تقدم للفنانين اللي ناشطين، اللي ممكن تقدم لهم على طول مسيرتهم الفنيه وطول مسيرتهم الابداعيه بالنهايه. فانا علمت بموضوع هذا، لكن ما زال ما فيش اي تاريخ او اي دعوه رسميه صراحه في الموضوع هذا. واضح. جيهان من صفاقس تقول انه نشوف صابر في مهرجان قرطاج هذا العام. في دورة هذه السنة لا مش نكون موجود، لكن خارج إطار المهرجان إن شاء الله باش نكون على مسرح قرطاج، مسرح معناها قرطاج. نعم. ليس في دورة مهرجان قرطاج. واضح. بعد المهرجان مباشرة في يعملوا صلاة خارج إطار المهرجان طبعا، لمنظمات، جمعيات إنسانية، جمعيات رياضية، جمعيات أمنية، يعني كل الجمعيات اللي في تونس تعمل بعد المهرجان قرطاج تأخذ المسرح كمسرح ليها أو كفضاء حتى تعمل حفلاتها، وطبعا تجيب فيها الفنانين اللي تحب عليهم أكيد. إن شاء الله. صابر، زرت العراق مرة صح؟ وأنا صغير، وأنا عمري 10 سنين زرت 11 سنة. 10 ولا 11 سنة بالضبط. يعني نعم. كنت كان مهرجان طفولة، وكنا طبعا من تونس مجموعة كبيرة وأخذنا جوائز عديدة والحمد لله، وغنيت أغاني عراقية، أغاني تونسية، وكنا يعني كان جو رائع جدا 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 صراحة. كانت أيام ما نقدرش ننساها صراحة. حلو. ناوي تكرر زيارة امتى راح نشوفك في العراق يا صابر؟ يا رب انا هذه حياتي صدقني، انه نكون في العراق ويستقر الامن، ويستقر الوضع، وترجع العراق احسن واحسن. لانه احنا يعني بالنهايه ننتمي الى عربيه واحده، ننتمي الى يعني عندنا روابط كبيرة جدا، روابط حضارية كبيرة جدا، تاريخية كبيرة جدا. فصراحة وضع اليوم في العراق يحزن، لكن الأمل وارد والأمل موجود حتى تستقر الأوضاع إن شاء الله، وإن شاء الله يكون لنا عمر
ونزور العراق مرة أخرى ونغني فيها بإذن الله. إن شاء الله وبإذن الله. والله نتمنى يا صابر أنه نشوفك في العراق. يا مليون مرحبا. العربية طبعا أكيد، يعني اليوم اليمن ولا سوريا ولا ليبيا طبعا يعني صراحة الوضع فيها محزن ويعني متعب نفسيا، فنتمنى أنه نرجع نتوحد في أفكارنا، نتوحد في ديننا، نتوحد في رؤانا وشعوبنا، نخليها تعيش وأجيال اللي جاية تعيش في استقرار. وهذا أمنية كل مواطن عربي بعيدا عن الفن وبعيدا عن أي انتماء آخر. احنا نحكي بمنطق العروبة ومنطق الأمة الواحدة، فنتمنى يا رب تزول هذه الغمة عن هذه الأمة وترجع الوحدة العربية والأمة العربية يا رب. إن شاء الله نتمنى ذلك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نمشي أستاذ صابر، راح نمشي مباشرة للاستديو مع فنان هو من أشد المعجبين بصابر ربيعي. ألو. أهلا وسهلا أستاذ أمير، مرحبا. يا مرحبا بك أستاذ مهدي، مساء الخير عليك وعلى كل مستمعي إذاعة هوانا. مساء النور عليك. نعرف أنه أستاذ أمير أنت فنان يعني أبدعت، أنت من أشد المعجبين بالفنان والقدير صابر. هو حاليا الفنان صابر رباعي هو معنا على الهواء. أكيد طبعا لي الشرف. في البداية مساء الخير عليك أستاذ مهدي مرة ثانية. شكرا لك. مستمعي إذاعة هوانا العربية. نعم. على ضيفك الفنان أمير الطربي أكيد العملاق الأستاذ صابر رباعي، وطبعا اليوم أنا يسعدني ويشرفني بتواجدي معاكم. نعم شكرا لك. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك، الله يخليك أستاذ صابر. يا ريت انه استاذ امير لو تسمعنا حاجه من عندك. يلا نسمع. يا طير مسافرنا ووصلنا هذا الكلام، ميت حبيبك كله والليلة بد ما ينام. يا طير مسافرنا ووصلنا هذا الكلام، ميت حبيبك كله والليلة بد ما ينام. عشرتنا ما ناسين كل يوم أفكر بيه، عشرتنا ما ناسين كل لحظة أفكر بيه، والعشرة ما تهون إلا على ابن الحرام، والعشرة ما تهون إلا على ابن الحرام. الله. طبعا هذا شيء بسيط، واكيد استاذ صابر مايل الاغنيه العراقيه وغنى عراقي، واكيد له جمهوره وحضوره في العراق، واكيد يسعدني ويشرفني اليوم ان اسمع صوتك. الله يا استاذ امير. هو حاليا الاستاذ صابر راح يرد عليك. نعم استاذ صابر. احسنت يا اخ امير، ونتمنى لك التوفيق. انت فنان في العراق، يعني موجود بالعراق ولا؟ نعم حاليا في العراق. يعني نتمنى لك ان شاء الله تكون من الفنانين النشيطين والمشهورين اكثر ان شاء الله، وموفق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. موفق. اشكرك صابر، وهالشهاده اعتز بها، واني سعيد بتواجدي معاكم، وهي الشرف اكيد. اهلا وسهلا بك. احسن. شكرا لك استاذ امير، شرفتنا بهاي الاطلاله. شكرا لك. لي الشرف حبيبي استاذ مهدي. تحياتي. شكرا لك يا غالي. شكرا. نعم استاذ صابر، يسلم عليك مجيد حداد الاعلام التونسي، هو مقدم برامج في راديو تطاوين. شاكر حضورك. طبعا مجيد حداد صديقنا والاعلامي بتاعنا في هذا تطاوين، طبعا نوجه له تحيه طبعا. والحراك اليوم اللي تشهده تطاوين الحراك الاجتماعي، احنا نثمن هذا الحراك بقدر حرصنا على اهالينا بالعراق بتطاوين، كذلك حرصنا على تونس ان شاء الله تبقى دائما مستقره، وتبقى دائما يعني بعيده كل البعد عن الفوضى وعن الارهاب اللي اليوم غارب كل وطننا العربي. فنتمنى انه تطاوين وكل الولايات في تونس تستقر ويكون لها يعني نصيب من التنمية ونصيب من العيش الكريم، لأنه هذا حق معناها مكتسب وحق
طبيعي جدا من كل انسان يطمح الى التطور والى التنميه والى الاستقرار الاجتماعي والعيش بكرامه وبحريه كذلك. فاليوم ان شاء الله اهالينا في تطاوين يكونوا معناها هذا الحراك السلمي، نقول هذا الحراك السلمي ينم عن وعي كبير صراحه، وعي كبير، وعي اهالينا في تطاوين وثقافه الديمقراطيه. اليوم صارت عندنا معناها دخلت في الشارع ودخلت في المجتمع بتاعنا، والديمقراطيه السلميه والحضور الفكري والتعايش بالرأي والرأي الآخر. إن شاء الله اليوم تتحقق آمالهم، تتحقق أمانيهم، وكل أماني الشعب التونسي في الاستقرار والعيش الكريم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا غالي. أستاذ صابر راح نمر معك بأسئلة سريعة. هذه الأسئلة تتطلب أجوبة صريحة وواضحة، اتفقنا أستاذي؟ تفضل. من الذي وقف معك حتى وصلت ما وصلت إليه؟ بعد ربي طبعا والدي ووالدتي أكيد، و يعني في خطواتي الأولى طبعا. نعم. وثم تكملة طريقي طبعا، هناك من الإعلاميين، هناك من الموسيقيين، وهناك من الناس اللي علمتني درستني طبعا. صراحة الكل ساهموا، ما نحبش نذكر الشخص وأنسى الآخر. نعم. من الذي طعنك في ظهرك؟ لا أعلم صراحة، ما عنديش ما نقدرش اني نعرف صراحه. واللي طعني الله يسامحه. في كثير انه نلاحظ انه دائما اللي ناجح واللي نجم يحاربوه، كذلك انه محسود انت يا استاذ صابر. اكيد محسود ومكثر يعني. ربي يحميك يا غالي، ربي يحميك. انا ايماننا بالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بربي وبكل الناس اللي تحبنا بصدق، وايماننا برسالتنا يعني الفنيه. بالنهايه احنا طبعا هذا يخلينا في منأى عن اي تشكيك ولا اي اتهامات باطله، لكن اللي يحب انه يعرقل مسيره انسان ولا حياته فاكيد ربي يتولاه. يعني انا لا اقدر اني اعمل ولا شيء. ربنا يحميك يا استاذ صابر، ربنا يحميك. الله يسلمك. من الاقرب الى صابر من الفنانين؟ لا يعني شو صراحه انا صديق الفنانين الكل. بالنسبه لي انا ما عنديش فنان احبه اكثر من الاخر، واقدر كل الفنانين على حد سواء. يعني كانوا كبار، كانوا صغار، كانوا شباب، كلهم صراحه انا ما عنديش معناها انسان فضله عن اخر، لانه كلهم زملاء وكلهم احترمهم، وبس اشوفهم في حفلات او في لقاءات فانا اسعد بهم دائما صراحه. يعني وهذا انا شخصيتي، يعني بالنهايه احب اكون صديق كل الفنانين. بالنهايه احنا نخطو خطوات ونمشي في مسار يجمعنا خط واحد، هو الفن الاصيل، وهو تكوين وتاسيس لتاريخ فني واجيال فنيه، ونساعد الناس، نساعد الفنانين الشباب. وهذا انا شخصيا نحب الناس الكل، ما عنديش حتى اشكال مع اي واحد. اجابه واضحه. ماذا يعمل صابر باعي عندما يغضب؟ والله انزوي شويه بمكان، ونحاول انه اودئ نفسي ببعض الايات القرانيه والاستغفار، ثم يعني انزوي وناخذ بعض، يعني ابتعد عن المشاكل يعني، وبعد نرجع شوي ما عنديش رياكشن يعني سريعه متسرعه يعني اعتباطيه. لا، في يعني ممكن نفكر قبل ما نعمل اي رياكشن خارج عن الموقف. الله عليك يا غالي، الله عليك. والله تمنيت ان الوقت يطول حتى نتكلم هواي. ان شاء الله باذن الله نخلي الكلام الى لقاءات اخرى ان شاء الله. نورتنا يا استاذ صابر، نورتنا. شكرا ليك، وشكرا لكل المستمعين، وشكرا على اللقاء. ان شاء الله كنا افدنا الناس، وانا الصراحه نتمنى كما قلت ان نكون موجود معكم بأرض العراق العزيز إن شاء الله. وإن شاء الله نحتفل باستقلال من كل المشاكل، استقلال من كل الناس اللي تحب تعكر صفو هذا البلد العزيز، ويعني نهاية الأحزان إن شاء الله، ونحتفل دائما
في معنا مع الناس ومع الجمهور ان شاء الله العراقي في على ارضه ان شاء الله. ان شاء الله. مليون مرحبا بك يا استاذ صابر، وتنور جميع العراقيين. لك ما شاء الله يعني في العراق لك شعبيه كبيره لا تعد ولا تحصى، عندك مستمعين كثار. نعم شكرا لك وتحياتي ولكم كذلك. شكرا لك، ان شاء الله نتمنى لك مزيد من التألق ومزيد من النجاح. الف شكر حبيبي. شكرا لك يا صابر، شكرا، تحياتي. مع السلامه.